في أخبار امتحانات البكالوريا، وفي اليوم الثالث منها قام وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بزيارة تفقدية إلى مركز الإجراء ثانوية أحمد حماني الواقعة ببراقي شرق الجزائر العاصمة، أين وقف الوزير على ظروف إجراء الامتحان لدى الحالات الخاصة من المترشحين والرفع من معنوياتهم، كما أسدى تعليمات للأساتذة الحراس والمؤطرين بضرورة التقييد بالإجراءات الوزارية لهذه الفئة. التغطية كانت لمريم والي. اسماء، كي تجاوبي فكري مليح، حتى لا جاوبتي حبيتي تتراجعي ولا حاجه حتى تعطيها الايعاز، تقولي لها اكتبي واش قلت لك باش تكتبي، هي تسناك باش تجاوبي بعقلك وتجاوبي جواب اللي ترضي عليه انت. وان شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله تدي البكالوريا ما خصك والو. الحمد لله رب العالمين. مكلفه بالكتابه. نعم. والحراسه معنا. نعم. كي تبدا تقرا عليك اعطيها الوقت باش تاكد حتى تعطيك الايعاز النهائي باش تكتبي لها. ربما تقول كلمه، ربما تقول جمله، من بعد تراجع تحب تبدلها، خذي راحتك. سي بون سي بون. اسمك قاسها سيد أحمد. سيد أحمد. زيد اقرا لنا هذه، تشوف سيد أحمد. والله قف امتحان شهادة البكالوريا دورة 2000 لا تفتح هذا الكيس بلاستيكي إلا إذا قارنت وتأكدت من تطابق هذه المعلومات. والمادة اللغة الفرنسية. إذن على بركة الله كي يدق الجرس هاكم تفتحوا أي التوفيق إن شاء الله. التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. يا ربي يعاونك سيد أحمد. شاء الله. صحيت كوراج. إن شاء الله.